السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف طبعا ان انت قلقان والفتره دي صعبه قوي عليك، بس انت مش لوحدك. وعشان تكون مميز وما تكونش زي بقيه الطلاب لازم تكون هادي وعارف ازاي تنظم يومك. طب ودي هتعملها ازاي؟ لو انت بتاخد اونلاين هتخلي لكل ماده يوم، واليومين اللي فاضلين او اليوم اللي فاضل تراجع محتوى الاسبوع ده او تجرب تحل شوامل خصوصا على العربي والانجليزي. طب لو انت ما بتاخدش اونلاين هتمشي مع المدرسين عادي، ولو مثلا عليك مذاكره لازم تذاكرها او مثلا عليك واجب تعمل الواجب. وبرضه هيكون عندك في الاسبوع يوم او يومين فاضلين تظبط فيهم محتوى الاسبوع اللي انت خدته. لو في حاجه مثلا انت راكمتها في الاسبوع ده تحاول تجيبها. يبقى خلاص احنا اتفقنا على النقطه الاولى ان انت لازم تكون منظم وهادي وعارف ازاي تمشي يومك. النقطه التانية وهي ان انت لو مراكم درس من الدروس اللي فاتت لازم تسمع الشرح الاساسي، ما تكتفيش بالشرح اللي بيتشرح لك في المراجعه النهائيه. ونفس الكلام برضو بينطبق على الحل، يعني ما ينفعش اكون في دروس سايبها وما حلتش عليها طول السنه واجي في كتب المراجعه النهائيه اقول انا عايز اخلص كتب المراجعه النهائيه وعايز ابدا احل فيها دلوقتي عشان الحق. ما ينفعش، لازم تحل التدريبات اللي على الدروس الاول لانها بتكون متدرجه ولما كل افكار الدرس، وبعد كده ابدا في كتب المراجعه النهائيه. فما تتحججش بان انت شاري كتب مراجعه نهائيه كتير وعايز تخلصها. هو انت لسه ما اشتركتش في القناه؟ طب بجد والله. النقطة الثالثة والأهم وهي إن أنت لازم تتعود تقيم نفسك وأنت بتحل، وتحاول تمسك الأسئلة اللي أنت بتحلها تفليها حرفيا. لازم تتعب في الأسئلة اللي أنت بتحلها عشان تفتكرها. يعني تخيل مثلا كده أنا قابلني سؤال صعب، أول ما قابلني سؤال صعب خلاص أما نشوف مثلا المدرس ده شرحه إزاي. طب فكر فيه، اعصر دماغك يا سيدي. لازم تتعود إن أنت تحط نفسك قدام الأمر الواقع. اعتبر إن أنت قاعد في امتحان ولازم تقيم نفسك، والسؤال اللي قدامك ده لازم تحله. يا إما هتحله وتجيب فيه الدرجة النهائية أو مش هتحله وتجيب فيه صفر. وده لان اجواء اللجنه بتكون موتره جدا، فلازم تعود نفسك ان انت تحط نفسك قدام الامر الواقع، تقفل اوضتك عليك، تحط لنفسك توقيت، تحاول تفكر في الاسئله اللي قدامك بحيث ان انت في امتحان لا تفتح كتاب الشرح ولا تفتح تشوف المدرس ده بيحل السؤال ده ازاي غير لما تخلص التوقيت اللي قدامك. يا عم اشترك، يا عم عايزين نوصل 10000 مشترك. النقطه الرابعه وهي ان انت لازم تخليك في نفسك وتخليك في المدرس اللي انت بتروح عنده. يعني انا مثلا شريف بروح عند المدرس الفلاني والمدرس ده حلو، شرحه حلو وبيحل معانا شويه اسئله حلوين وبيعمل لنا امتحانات، يبقى خلاص المدرس ده انا هروح عنده وهلتزم باللي بيقول لي عليه وهجيب الكتب اللي بيقول لي عليها، ولو حبيت انا ازود من نفسي لو عندي وقت ازود. انما مثلا لو انا كنت مثلا بروح عند مدرس وكل ما اشوف واحد من صحابي اقول له انت بتراجع عند المدرس مين؟ طب بتحل كام كتاب؟ طب هو طريقه شرحه ازاي؟ طب هو بيحل ازاي؟ فهتتشتت ومش هتكون عارف تثق في المدرس اللي انت بتاخد عنده. فلازم تخليك في نفسك وتخليك في المدرس اللي انت بتاخد عنده. مالكش دعوه باصحابك، والله العظيم صحابك دول اللي هيودوك في داهيه. انتوا صحاب وحبايب بره المذاكره، انما وقت المذاكره كل واحد في حاله. طبعا لو في واحد عنده معلومات زياده عن التاني ما تبخلوش على بعض، ولكن في الامور دي بالذات ما تحاولش تسال، خليك مع المدرس اللي انت بتروح عنده وكفى الله المؤمنين القتال. النقطه الخامسه وهي ان انت اوعى تخاف تحل. بعض الطلاب تقول له انت ما بتحلش ليه؟ يقول لك انا خايف احل. طب انت خايف تحل ليه؟ يقول لك خايف اغلط، ولما بغلط بتوتر. طب انت ما تحل دلوقتي وتغلط دلوقتي عشان في اخر السنه ما تغلطش، ولا انت هتفضل خايف كده ولما تلاقي الامتحان صعب تغلط تقعد تزعل بعدها؟ لازم تعود نفسك ان انت تغلط دلوقتي وتتعلم من الغلط اللي انت بتغلطه دلوقتي عشان ما تغلطوش تاني. وعيب قوي يعني لما يقابلك سؤال صعب وتغلط فيه وتشوف حله، ولو قابلك تاني تغلط فيه تاني، لان انت كده هتبقى انسان اهوج على رأي الدحيح. النقطة السادسة والاخيرة وهي ان انت اوعى تغير مصدر الشرح اللي انت بتذاكر منه طول السنه. هتقول لي ده المدرس الفلاني عامل ملخصات مش عارف ايه ولامم منهج في حوالي 10 ورقات، لا ده انا ذاكر منها اوفر واحاول اوفر وقتي ومش عارف ايه. ما ينفعش تغير المصدر خصوصا في المراجعه النهائيه، لان في حاجه اسمها الذاكره البصريه. انت طول السنه بتذاكر من كتاب وعارف مثلا الجزئيه دي مكانها في الصفحه الفلانيه يمين او شمال، فوقها كذا وتحتها كذا. فلو انت غيرت مصدر المذاكره في الوقت ده لا هتفتكر الملخصات اللي انت بتذاكر منها ولا هتفتكر الكتاب اللي انت بتذاكر منه طول السنه، فهيبقى ضيعت على نفسك مذاكره المراجعه النهائيه ومذاكره طول السنه. فما تغيرش مصدر المذاكره بتاعك. لو الملخصات اللي المدرس عاملها فيها معلومات زياده حاول تنقلها من الملخصات دي للكتاب اللي انت بتذاكر منه، ولكن ما تغيرش مصدر المذاكره. ودول كانوا اهم 6 غلطات الطلاب بتقع فيها في فتره المراجعه النهائيه. ربنا يوفقكم ويكلل جهدكم باللي تتمنوه. ونقطه اخيره بس عشان ما انساش، في طلاب كتير بتسالني عن المسائل بتاعه الكيمياء والحفظ الكتير اللي في العضويه، واحنا بننسى العضويه بسرعه والعضويه بتتبخر. فلو حابين اعمل لكم فيديو عن الموضوع اكتبوا لي بس في التعليق تم، او يعني صلوا على النبي بالمره، وانا هفهم ان انتوا عايزين فيديو باذن الله واعمله لكم. مش هتاخر عليكم واعرفكم ازاي انا عرفت احل كل المسائل اللي كانت موجوده في الامتحان. كانت مسائل تقريبا كلها بدرجتين وكانت مسائل صعبه جدا، فاعرفكم انا كنت بحل منين وكنت بسمع مين في المسائل دي وكنت براجع العضويه ازاي. فلو حابين كده بس اكتبوا لي في التعليقات اي حاجه وانا هفهم على طول. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.